الافراج عن علاء عبد الفتاح بعد ما قضى 10 سنين في السجن، وبعد ما بريطانيا حاولوا كتير جدا جدا ان هم يخرجوه ويدوله الجنسيه علشان خاطر يعرفوا يستخدموه جوه الدوله المصريه، وبعد كده يخرجوه حكم بقى ان هو جنسيه بريطانيه، وان هم بقى جامدين قوي بيعرفوا يخرجوا اللي هم عايزينه. بعد بقى قرار الافراج ده، الاخوان واللجان الالكترونيه شغالين الله ينور، شايفين اهو في الاخر خرج، وهو في الاخر الدولة المصرية ما قدرتش تمنعهم، وهو عرفوا يعملوا اللي هم عايزينه، وكل الكلام اللي هم بيرددوه ده. طب علشان تفهم الحكاية وما تشكش في بلدك، وتفهم ان قيادة بلدك بتعمل كل حاجة في الوقت المناسب، دايما السياسة وإدارة الدولة ليها حسابات وكواليس مختلفة عن حساباتنا احنا كمواطنين، لأنها بتتم وفقا لمعطيات ومستجدات بتتغير مع الوقت، وبناء عليه مصر بتتصرف وفقا لمصالحها. وعلشان كده قرار العفو ده وتوقيته مش متاخد كده لا مجانا ولا عشوائي، لا سعادتك، قرار العفو ده في قبله وبعده مكاسب مهمة جدا لمصر. مصر كدولة هي اللي بتقرر تعفو امتى وازاي وفقا لقوانينها ومصالحها، وكلنا شفنا اسياد علاء عبد الفتاح لما حاولوا يجوا هنا وياخدوه رغم ان ادوله الجنسية رغما عننا، وبرضه قلنا لهم لا مش هيخرج، واحنا اللي هنقرر يخرج ولا لا، وهيكمل مدة عقوبته وفقا لمصالحنا وقوانيننا. وخصوصا ان الواد ده خلاص بقى كارت مفضوح ومحروق. اللي فاهم منكم ومركز ومتابع وبيربط الاحداث الاخيرة ببعضها هيعرف ان توقيت القرار ده مش عشوائي ابدا، وله دلالة، وآن الأوان نلعب بالكارت ده. وتعالى أقولك على كام حاجة. مثلا ستارمر رئيس الوزراء البريطاني ماشي معانا زي ما احنا عايزين بقاله فترة بضغط مصري ودولي. اعترف بدولة فلسطين، حاضر. اعلن رفضك للتهجير علني، حاضر. اضغط على اسرائيل، حاضر. افرج عن احمد عبد القادر ميدو، حاضر. ضيق الخناق على الاخوان عندك، حاضر. هنشيل الحواجز وهنفتح الشارع اللي في سفارتك، حاضر. خليك واثق في قيادة بلدك وانهم دايما بيعملوا الصح، وبلاش تقعوا في الفخ اللي هيتنصب ليكم، وبلاش مزايدة على قيادتنا الوطنية ومؤسسات بلدنا اللي عارفين وفاهمين وشايفين اللي احنا مش شايفينه. خليك فخور ببلدك. تحيا مصر.